حاصلة على لقب أفضل مخترع لعام 2012، وتم تتويجها أيضا في هذه الأيام. بعد شوية باش تعرفوا على التتويج اللي تحصلت عليه حياة. مرحبا بك يا حياة، فرحانة برشا أنك محضينا اليوم بالاستديو. مرحبا بك نسيمة على الاستضافة. وهذا فعلا ما تغلب على إذاعة الثقة اللي فعلا دائما مواكبة خاصة الظاهرة الفنية وتشجيع البحوث وتشجيع التحديثين وخاصة أنه تتويج تونسي. مبروك 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 حياة عمري. بعد شوية باش نرجعوا لتفاصيل التتويج هذايا اللي اتحصلت أيضا على الدكتوراه. الجمعة هذه الدكتوراه حياة برشا نجاحات الأسبوع هذا يظهر لي أسبوع الحظ بالنسبة ليك حياة. مشكورة جدا على تلبية الدعوة، وهي اختارت أنها تكون أول إذاعة تسري بها تصريحاتها إذاعة الساقط. فرحانين بهذا اللقاء الحصري لإذاعتنا باش نديروا الانطلاقة بالأنغام، ثم نعود لتفاصيل هذا اللقاء. سيكون فيديو اختراع عالمي وأكثر من 50 اختراع أوروبي مشارك لأول مرة كما قلنا في أفريقيا، تحديدا في الحمامات. تجربة الأولمبياد التعرف على المخترعين العالميين وآخر الاختراعات. في هذه التظاهرة تم تتويج الدكتورة حياة عمري عضو الجمعية التنموية برجيب، الكاتبة العامة المساعدة للجمعية التنموية للنهوض برجيب. حصلت كما قلنا على الدكتوراه يوم 23 فيفري وعلى شهادة الدكتوراه في مجال الكيمياء التطبيقية بملاحظة مشرف جدا من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات. بارك الله. مرحبا بك دكتورة حياة، ونهنيوك مرة أخرى بهذا التتويج وهذا الحصول على اللقب أفضل مخترع سنة 2012، وأيضا الميدالية الذهبية في هذا الأولمبياد العالمي الأول للمخترعين. وهو تتويج للمرأة التونسية عموما. نعم، وتتويج لتونس ككل. وخاصة التتويج يشمل مجال الاقتصاد التونسي وهو مجال حيوي وهام جدا سوف تحكينا عليه الدكتورة. نعم دكتورة حياة عمري أصيلة سيدي بوزيد من بجيب تحديدا. مرحبا بك على موجاتنا. عايشك مرحبا بك. إذا منين نبتدي ولا الحكاية؟ احنا قدمنا نعم مشوار حياة عمري. أنا حياة عمري أصيلة معتمدية تربية ولاية سيدي بوزيد. متحصلة على شهادة مهندسة في الكيمياء الصناعية من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وأيضا الماجستير في نفس الاختصاص، ودكتوراه في الكيمياء التطبيقية. نعم، عندك 4 اختراعات حياة. كيف تحكينا على مجال الاختراعات والبحث العلمي اللي تقوم به؟ الاختراعات البحوث كلها في مجال الفوسفات وتثمين الحامض الفسفوري، و في هذا المجال يعني في الكيمياء العضوية. هل هو رغبة منك في هذا الاختيار الدكتورة؟ والله كان الحقيقة صدفة يعني. مشروع التخرج كمهندسة يعني كان مشروع التخرج في المجمع الكيميائي التونسي بالصخيرة. عملت البي اف بتاعي، كان عمل ناجح جدا، كان أول اختراع في تثمين نوع من الفضلات. كان أول اختراع وأعطى نتائج إيجابية جدا. كان هيك أول اختراع. نعم، وهو اختراع يهم كذلك البيئة التونسية اللي تعيش التلوث خاصة على سواحلنا، وخاصة في النظام البائد كانت هناك مشكلة كبيرة اسمها بيئة ولا زالت إلى حد الآن. فعلا هو كما نقولوا احنا بالتونسي عصفورين بحجر. أكيد. في نفس الوقت كتثمين الفضلات، وفي نفس الوقت يعني تثمين الحامض الفسفوري. نعم. والفوسفات كما تعرفون انتم الاقتصاد التونسي
يعيش وعكة صحية إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تتحل. لاباس لاباس مادام عندنا إن شاء الله تبارك الله اطارات تونسيه امثال حياه وامثال برشا مقتدرين الحمد لله في المجال العلمي، نقولوا باذن الله الاقتصاد تونسي بخير. إن شاء الله. سيكون بخير ان شاء الله باذن الله اذا تكون اليد في اليد باذن الله واحنا يعني متمسكين على الاخر باذن الله بتطبيق البحوث كلها في بلادنا. خاطر إن انا شاء الله تكون هناك إرادة سياسية لانتعاش الاقتصاد في مصر. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نعم. حبيت نقول فيصل وحبيت نقول لدى المستمعين نقول انه نورة هي استاذة بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بتونس العاصمة، وجيت خصيصا لسباق حياة. انا شو قلت؟ نورة بنفسك اسرع نورة بقشة الاسبوع الجاي. حياة عمري ما كنتش بعد برشا لانكم الاثنين بارك الله التخصص نتاعكم البحث العلمي والتميز في المجال هذايا، والزوج تزوجتوا على مستوى عالمي ما شاء الله في مجال انت للاختراع وهي في مجال ثاني لكن في مجال البحث العلمي. جات خصيصا من تونس هي بتلوروت في بها ما شاء الله عليها، فرحانين برشا. اول ميديا كما قلنا بتدي بشهادتها نورة، ان شاء الله نفرحوا بيك على قريب بديتكتيف مكتوبة نورة، ومش تتزوج على قريب ان شاء الله. والخطيب تفسين ايضا من اطارات التونسية. حياة كيف تتغشش حياة؟ دكتورة لو انبسطوا أكثر هذا الاختراع اللي تم تتويجه حصلت عليه على أفضل اختراع في 2012 انبسطوا للمستمعين وبدون معناتها التفاصيل. فهمتك. بالنسبة أول نداء في بخصوص اختراعاتي كلها، يعني بخصوص البحوث كلها. خاطر البحوث الأربعة في مجال تثمين الفضلات النباتية لإزالة يعني لتصفية الحمض الفسفوري. لكن الميدالية الثانية في مجال يعني كومبيتيسيون ما بين مجموعة كبيرة من المخترعين، ويعني شاركت بالآخر اختراع اللي هو الاختراع الرابع عام 2012، والحمد لله يعني تزوجت بالميدالية. نعم. كيف تحكي لنا على الظاهرة هذه أكثر حياة؟ كيفاش عشتها نهارت لحد أهم الاختراعات اللي اكتشفتوها؟ تبارك الله فما يظهر لي أكثر من 60 دولة مشاركة وأكثر من 60 اختراع، أهم الاختراعات اللي تم عرضها. كيفاش تقبلت تتويجك أنت بالميدالية الذهبية؟ والله أنا للأسف ما حضرتش الافتتاح، يعني هو كان يوم الجمعة. يوم الجمعة خاطر أنا وقت نحضر السكنات يعني يوم السبت. فاجئوني يوم السبت بالتكريم يعني في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا NRS. دونك وصلت الحمامات مؤخر، وكانت يعني نوع من الضجة الإعلامية. كنا قنوات تلفزيونية شيء دونك كنت معهم براتيكمون الماضي تاع يعني معهم أنا نحكي قناة. جاء يوم الأحد يعني كل مخترع لازم يقدم سبوزي يعني عرض بالمشروع تاع التطوير تاعو مشروع الاختراع. كانت ممكن من أهم الاختراعات. ثم اختراعات تونسية جيدة جدا اللي هي كلها زيادة في تثمين نباتات لصنع حاجات معينة بيولوجية هندية للأسمدة خيرة وفي نفس الوقت باحة. يعني تبارك الله عليه ياسر معروف بمجال البحوث العلمية، خاصة في مجاله في مجال الفوسفات والحامض الفسفوري. في نفس الوقت هو رئيس الجمعية التونسية للتثمين بين المؤسسة والجامعة والأبحاث، واللي أنا الكاتبة العامة نتاعها. ناشط تبارك الله عليه ومشجع للشباب بشكل غريب في مجال البحوث والعمل الجمعياتي
تركل عليك يعني وبسط الامور باي. واحنا محورنا اليوم دكتورة حياة عمري، كيف تقيم هذه التجربة؟ دكتورة حياة عمري، أستاذ المهندس خالد عمار. هو في الحقيقة هي تجربة، نعم. والتجربة هذه بدأت من سنة 2006-2007 لما تقدمت في مشروع التخرج كمهندسة. وجدت فيها الديناميكية وروح الابتكار. فكان عندي أحد المواضيع اللي قائم عندي من زمان، يعني منذ سنة 95 كنت شغلت ضمن فريق من الخبراء نعم. بالمجمع الكيميائي التونسي مصنع حمص في سوريا. واحنا تعرفوا انه طريقة تحويل الفوسفات طريقة تونسية وتكنولوجيا تباع إلى الخارج. فجاءت الفكرة من فما معناها فهمت الاستخدام معناها أرضية معناها تعد من ليديشي، معناها تعد من الفضلات. نعم. واستغليناها وجابت أكلها، فهمت. وهيك سجلنا أول براءة اختراع وانطلقنا من هناك. وكان إثر ذلك تكوين هذه الجمعية، فكنت أنا الرئيس وهي الجمعية التونسية للتثمين، المؤسسة الجامعة الأبحاث. الهدف شنو؟ قلنا إحنا وقت الصناعي والجامعي يعيشوا تحت سقف واحد يولدوا ثمرة، وكانت هذه هي الثمرة اللي أمامكم الدكتورة حياة بالفعل، والتي توجت يوم تحصلها على رسالة دكتوراه الدولة في تنقية الحمض الفوسفوري من الكادميوم والفليار، وهذا ما يتطلبه الحريف الأجنبي والحريف الأوروبي. كان تتويجها ليس من المعهد وليس من أساتذتها فقط، بل كان تتويجها من الفيدرالية الأوروبية للمخترعين وأوروبا فرانس انفونتر، وكانت تسلمت الميدالية الذهبية إثر الإعلان عن أنها تحصلت على رسالة الدكتوراه. مشرف جدا. صحيح. أستاذ خالد، مستقبل هذا الاختراع اللي اخترعته في الحقيقة إذا تحدثنا عن المستقبل، نعم. فإني ما هو مصيره؟ فإنك تجعلني أتألم من ماذا؟ أتألم من أن المؤسسة أو المنشأة العمومية في تونس لم يلحقها التغيير. المؤسسة التونسية ما زالت تبحث عن تغيير مناهج. نعم. ماذا يعني ذلك؟ أعطوني مؤسسة واحدة، منشأة عمومية، لا أتحدث عن الخواص لأنه قد تجد ذلك في الخواص. مؤسسة عمومية واحدة فيها يعني قياس للكفاءات، ليس هناك منهج لقياس الكفاءة. في غياب ذلك لا يمكن لمؤسساتنا أن تتطور. يجب لكن أستاذ لا يمكن تعميم ذلك على كل المؤسسات العمومية. كل المؤسسات. أنا أبصم بالعشرة، أتحمل مسؤوليتي. نعم. وأبصم بالعشرة إذا تعطوني، لأني أعلم ماذا أقول. أنا عافص على الجمر. نعم. ومنها مهندس، منها ذو خبرة في تسيير المصانع داخل تونس وخارج تونس. فهمت؟ أعطوني مؤسسة واحدة يعني قد يكون هناك عينات في القطاع الخاص صحيح، أما في القطاع العمومي لا يوجد منهجية. ولذلك احنا لما تقدمنا أنا شخصيا تقدمت بكتاب في وقت ما منذ 2 أو أكثر، بأن هناك رجل أعمال إماراتي يريد اشتراء هذه براءات الاختراع التي تهم تنقية الحامض الفوسفوري. فقلت له، والدكتورة حياة تعلم ذلك، أن إذا هو تحصل عن هذه البراءات فسوف ينقلها إلى المنافسين لقطاع الفوسفات. وتعلمون مثلا، نأخذ مثال، المغرب تنتج 8 أضعاف تونس. واقتصادنا على ماذا يقوم؟ على الفوسفات أو السياحة. وخاصة في وإذا اقتنى هو هذا وحوله أو باعه إلى المغرب مثلا، ماذا يحصل هنا؟ لا نتحصل على أي عقد بيع. فقلت له المجموعة الوطنية يجب أن تستفيد من هذه البراءات قبل أي واحد. البراءات ستباع، لكن المجموعة الوطنية هي التي يجب أن تستفيد.